السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كورس التمجيد التعليمي. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الخشب وأنواعه. ده بالنسبة للركن والأنتريهات والكلام ده. بالنسبة لأول حاجة في الخشب هو خشب الزان. طبعا خشب الزان في أنواع ياما اتقال عليها زان، وهي خشب شجر. هو كله خشب شجر، لكن خشبة الزان دي بتبقى معروفة وبيتقال عليها خشب روماني. وطبعا الروماني ليه انواع والكلام ده. فهو الاصل في الخشب اهم حاجه ما تكونش فيه عروق سودة. ده بالنسبه للخشب الزان، ما يكونش فيه عروق سودة، ما يكونش فيه ثمرات اللي هي مكلكعه بتبقى فيه. الحاجات دي بتضعف الخشبه. وفيما بعد العروق السوداء دي بتفلق من بعضيها وتفتح عند العميل. فكل دوت لازم يكون العميل يكون عارفه، بحيث اللي هو لما يجي ينقي الخشب بتاعه لازم تكون الخشبة بتاعته نظيفة. طبعا الخشب اللي هو اغلبيته اللي في السوق بيبقى اسمه خشب زان ابيض. زان ابيض بيبقى ما فيهوش الاحمرار المعروف بتاع الزانة اللي هي الحمراء اللي بيتقال عليها برضو روماني. وفي زان ايطالي وفي زان روسي وحاجات ياما يعني. اما اهم حاجه لو الواحد مش فاهم في حته الخشب او معهوش حد يكون فاهم، فلازم أن يكون الخشب اللي هو شايفه ما يكونش غامق قالب على سواد، قالب على غامق سنه في الخشب بتاعه. ده تعرف اللي هو خشبه وحشه. وطالما خشبه وحشه تبقى مش متبخره. يعني ايه مش متبخرة؟ يعني في أغلبية الخشب دوت بيخش على التبخيرة، بتبقى تبخيرة كيماوية. ديت الخشب بتاعها بيبقى متقفل كمخزن، وبيتجاب مادة معينة للخشب دوت فبتتبخر فيه، فبيتقفل عليها. فالخشب ده بيمتص البخار دوت، فبيمنع حتة التسوس. لان السوسه تعتبر عامله زي النمله اللي هي بتطير. فطبعا ديت بتطير بتخش في الخشبه، خلاص طالما مسكت في الخشبه بتسرح فيها وبتبوظ الدنيا. فالتاجر بيجيب الخشب بتاعه بيعمل الكلام ده. طبعا التبخيرة دي بتبقى غرامة عليه هو. عشان كده مش اي حد بيجيب منه الخشب، لان دوت انا مثلا لو هروح اشتري مثلا متر خشب 2 متر 3 متر مثلا، فبروح لراجل تاجر انا واثق فيه، عارف اللي ده هو بيبخر الحاجة بتاعته. بيبقى فيه مثلا مع اللي رايح يشتري مقاس للرطوبة، بيعرف فيه ايه رطوبة مفهوش، في نسبة قد ايه الكلام ده. فبيعرف نوع الخشبة كويسة ولا وحشة. ده بالنسبة للخشب. فطبعا العميل مش هيخش في التفاصيل دي، انا بوريله بس كمجمل معلومة يكون عارفها، معلومة عامة. اما هو الاصل بتاعه عشان يروح ياخد او يشتري خشب بتاعه لازم تكون خشبة زانة، تكون صافية. مبيضة مش مشكلة، فيها احمرار ده الافضل. منع حتة تكون غامقة قلب على سواد، دي الزانة وحشة زي ما انا قلت. ما يكونش فيها عروق سودة، عرق كده بيبقى خط كده على الخشبة، دي بيبين الخشبة ديت سيئة. أو في كلاكيع فيها في الخشبة اللي هي الثمرة أو جذع الثمرة بتبقى في قلب الخشب، فده بيضعف من قوة الخشبة دي. فديت محدش يشتريها. وفي نوع تاني اللي هو خشب السويد. في ناس مفكرة السويد اللي هو الموسكي اللي هو وحش. لا، هو مش وحش، لكن في برضو منه خشب وحش. يعني مثلا الزان فيه خشب اللي احنا قلنا اللي هو الوحش ده بيتقال عليه خشب شجر. اي حاجة وحشة بيتقال عليها خشبة شجر. اما بالنسبة للخشب السويد في منه خشب اسمه خشب بياض. خشبة البياض ديت بتبقى طرية جدا. طبعا لو واحد جاب مثلا حاجة حادة او مسمار او الكلام ده وغرزناها
بايدينا كده المسمار ممكن يغرز يخش جامد يعني. اما بالنسبة للخشب الفرلاندي ده نوع كويس سويد برضو. ده لو جبنا الآلة الحادة ديت او مثلا المسمار ده وعملناه بايدينا غرزناه، طبعا مش هيخش ولا يعمل اثر قد كده في الخشب غير خشب البياض. خشب البياض ممكن يخش المسمار جامد، فطبعا ده ما ينفعش. لاني مثلا ده انا لو اشتغلت دبوس، الدبوس يعتبر سنتي ونص ارتفاعه، فاما اجي ادبس بالقماش او الاستيك او الكلام ده وهاجي اشده انزعه كده هيطلع قوام. ده بالنسبه لايه؟ للخشب السويد، فبيطلع قوام. فطالما طلع عوام يبقى كده مش هيبقى فيه عمر عند العميل اللي هو يعيش معاه. في نفس الوقت برضو الخشب في الاساس او الكلام ده اي مسمار ربط او دقه او الكلام ده فطبعا هيطلع، او من السهل اللي هو يطلع. فعشان كده الخشبه اللي هي السويد اللي هي البياض ده وحش جدا. طبعا اكيد الناس ما تعرفوش، لكن هوضح لكم كمثال. في المولد بتاعه السرير بيبقى فيه منها خشب اللي هو البياض اللي هو السوقي، اللي يجي مثلا يجي يقعد تبص تلاقيه اتنى قوام او بيتكسر على طول، ما فيهوش مثلا مرونه، او مثلا في مرونه بس بيتكسر على طول. ماشي، يعني التاني ويتكسر على طول. ده بالنسبه للخشب المولد، فبيبان قوي اللي هو الشغل الجاهز. اما الشغل العموله بيبقى الخشبه مع الوقت بص تلاقيها بتزيت بتصفر. الخشبه اللي هي السويد او الموسك دي فبتتصفر بتطلع زيت، فديت من الخشبه النظيفه ديت بنسميها، او هي اصلا بلادها اسمها فنلندا. فعشان كده بنقوله الخشب السويدي اللي هو الفرلاندي ده من افضل الانواع. الخشب الفرلاندي ده انا شخصيا عامله في بيتي كركنة يعني. ده بالنسبة للنوع التاني اللي هو الخشب السويدي. اما في خشب تاني اللي هو الكونتر او البانو. ماشي، الكونتر اللي هو مثلا بيبقى طبق ابلكاش فوق بعضه، طبق كذا طبقة أبلكاش فوق بعضيها. وديت ليها شغلها بالنسبة ديت بأغلبيتها بيتعمل في المصانع. بيترسم الرسمة المعينة بحيث اللي هي اختصارا للوقت والكلام دوت، فبيبقى سهلة في الشغل وأوفر لهم في كل حاجة. ماشي، فبيتقطع من الخشب دوت. في منه بيبقى طوله 2 متر و40، وفي 3، وفي بيبقى متر ونص في متر ونص. التاني بيبقى 3 في 2 أو 2 في 42 في متر و20 كده يعني. ففي بيشتغل بده وفي بيشتغل بده. لكن الكلام كله في مثلا اللي هو المتر ونص دوت عشان خاطر بيبقى فيه مرونة، فينفع يتلف الكراسي السفرة، الحاجات اللي هي فيها دورانات والكلام ده. اما للابلكاش اللي هو التاني او الكونتر اللي هو التاني فده ما ينفعش يتلف، لانه بيبقى خشبة اصلا بتاعته بتبقى ناشفة جدا، فما بيبقاش فيها الدوران الكافي اللي يتعمل بيه سفرة او الكلام ده. طبعا الدورانات دي بتبقى طبقة بتتلف ورا منها طبقة بتتلف والكلام ده. اما انا لو جت كتلة واحدة مثلا سنتي او سنتي ونص ما تنفعش تلف طبعا. ده بالنسبة للكونتر. طبعا في المصانع بعد ما بيعملوا الفرم بتاعتهم والكلام دوت فلازم بيبقى فيه حشو سدايب من الخشب السويد اللي هو الموسكي عشان خاطر يقوي الخشبة بتاعة الكونتر دي، لان ديت ما ينفعش يتدبس عليها في التسييفة بتاعتها اللي هي على الحرف. لو هو تخنته مثلا سنتي ما ينفعش ادبس فيه لانه مش هيمسك عشان ابلكاش. ما انا من الباطن بتاعه ينفع يتدبس، فعشان كده بيتحط خشب اللي هو الحشو بتاعه عشان خاطر بيتدبس على الحشو مش على الكونتر ذات نفسه. فده شغل المصانع، وده بيبقى اغلبيته بيبقى فيه الصالات الموبيليا والكلام دوت. اما بالنسبه للشغل العموله بيبقى طبعا افضل، بتبقى الحاجه قدام منك والكلام ده. لكن لازم يكون عندي شخص معروف والناس عارفاه، مضمون، سمعته كويسه، امين، الحاجات دي عشان خاطر تطلع منه شغل كويس ويجيب لك الخامه الكويسه اللي حضرتك
هتحتاجها في الشغل بتاعك. ده بالنسبة لأنواع الخشب والأفضلية بتاعته. طبعا في الخشب اللي هو الموسكي اللي هو السويدي يعني برضو هنبعد عن الجذوع بتاعة الخشب اللي بتبقى فيه. كل ما بيبقى فيه ياما ده غلط، لأن ده ممكن يتكسر منه، فده بيبقى غلط طبعا في اللواح أو حتى في المسطحات بتاعته. يعني مثلا الخشبة، مثلا لو هنجيبه لوح خشب بيبقى الجذع بتاعه جاي في النص، اللي جاي في النص ده ما تاخدش خشبة لأن ديت بتفلق، فديت بتبقى وحشة. ده بالنسبة للخشب لو هنعمله ركنة أو أنتريه أو الكلام دوت فيه، فلازم يبقى العميل شايف الحاجة قدام منه ما فيهاش اللي هي الجذوع ديت، عشان خاطر ممكن مع القعاد الحاجة ديت تتكسر. فلازما ينبه على النجار أنا مش عايز الحاجة ديت عشان ما تتكسرش، ممكن يكون الجذع ده في عصب من الأعصاب بتاعة الأنتريه أو الركنة وتتكسر بعد كده ويبقى صعب حلها. نفس النظام قلت لكم على المشكلة أو المشاكل بتاعة الخشب إزاي. هو ده يعتبر حلو وده حلو ما فيهمش أي مشاكل. لكن مشاكلهم أنا قلت لكم على مشاكل ديت ومشاكل ديت عشان خاطر تبقوا فاهمين انتوا عايزين ايه بالظبط. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله.